السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في الرحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. كنا كلمناكم قبل كده عن اطقم المية والشاي المصري، ووريناكم أشكال، وقلنا إن في منها تركي أو المصري دوت بيكون تقليد التركي، وكنا وعدناكم إن احنا نتكلم عن الأطقم التركي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اطقم التركي ونحط المصري والتركي جنب بعض. وطبعا زي ما انتم عارفين الرحمن سنتر بيحب يحترم عملائه. الرحمن سنتر بيحترم عملائه وبيبدأ يحط لهم الحاجتين جنب بعض، والعميل بيبدأ يختار اللي هو عايزه واللي هو يريحوا طبعا على حسب المعايير اللي بتكون عنده. لو بصينا كده مع بعض عشان ما نطولش عليكم على الفروق ما بين المصري والتركي، فاحنا بنشوف يعني شوب صافي، شوب صافي قوي. القعدة بتاعته كويسة جدا، قعدة لامعة. الازاز نفسه لامع. لو حطيناه جنب المصري ادي الختم، الازاز نفسه مفهوش اي حاجة. الشوب من فوق ومن تحت مفهوش اي حاجة. ده شوب تركي سعره 118 جنيه. المصري بتاعه اهوت، لو حضراتكم شفتوا اكيد الفرق بيكون واضح ما بين الاتنين. من جودة الازاز طبعا ما بيكونش صافي قوي، بس هو صافي وحاجة كويسة، لان في خامات طبعا اقل في السوق، واحنا بنشتغلش بفضل الله في الخامة الاقل، عشان احنا بنحب العروسة اللي تجهز نفسها من عندنا يعني جهازها طبعا يكون ايه من اعلى الحاجات بفضل الله، والحاجة تكون تشرفها لو حطيتها قدام اي حد. لو بصينا كده فهو الشوب دوت مش صافي قوي زي التاني. سعره 79 جنيه، يعني يعتبر فرق 39 جنيه، يعني 39 فرق في ما بين التركي والمصري. فرق يعني مش عالي قوي. لو بصينا على الشوب اللي هو السلفانا، فاحنا بنبص برضه هنلاقي الازاز مش صافي قوي، زي تحس كده في خطوط في الازاز. ممكن حد يضحك عليك ويقول لك طب التركي هيتختم ازاي يا استاذ في الكلام ده كله؟ لا، التركي في الدوت بيتختم. لو بصينا كده فهو فيه ختم واضح هنا اهو، في ختم واضح موجود. قلنا دوت بكام؟ ده سعره 127 جنيه. ده سعره 127 جنيه، وده بيكون سعره 84 جنيه. سعره 127 جنيه، وده سعره 84 جنيه. وخدوا بالكم مثلا حاجة زي كده شوب الفيروز، لو بصينا ادي الختم، الشوب صافي ما فيهوش اي حاجة. لو بصينا من فوق هتلاقي ما فيش اي حاجة فوق، كله مظبوط، كله مية واحدة، ما فيهوش اي غلطة. لو بصينا على الحاجة مثلا المصري التقليب بتاعه، فبنلاقي القعدة طبعا اول حاجة ما فيهاش الختم، بتكون مش صافية قوي زي التركي. الازاز بتاعه بص هتلاقي فيه يعني شوية نقر كده، حاجات خفيفة، يعني هي مش بتبان يعني قوي، بس اهي بيكون فرق ما بين المصري والتركي. لو بصينا على حرف الكوباية من فوق، فهنلاقي ان الحرف ممكن تلاقي فيه بروز زي دوت، يعني بروز زي ده كده. نوضح في الكاميرا اهو، بروز زي ده كده، بروز زي اللي طالع في البتاع، يعني باين اكيد واضح في الكاميرا. يعني في بروز. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده عن الحاجات اللي بتكون في المصري. لو بصينا طبعا دوت سعره 124 جنيه، وده بيكون سعره 84 جنيه، يعني فرق 40 جنيه برضه. دوت بيكون في الحرف الذهب، ده بيكون سعره 185 جنيه. خدوا بالكم ان الاسعار دي برضه مش هتلاقوها بره، يعني الاسعار دي انتوا مش هتلاقوها وانتوا بتدوروا. فيعني انت وانت بتدور على الاسعار خليك عارف ان الرحماني من ارخص الاسعار في مصر بفضل الله. دوت فيه حرف ذهب. ممكن حد بينزل لك الصورة بتاعت دوت ويكتب لك عليه 124 جنيه، او طبعا هيكتب عليه 150 جنيه. اللي انا ببيعه ب 124 بيتباع ب 150 بره. وبعد كده تروح له هو ينزل صورة ده، وتروح له يقوم جاي مديك دوت ويقول لك لا يا استاذي، ده انا قصدي الساده مش الشوب، ده انا بنزل مجموعه صور. فخدوا بالكم طبعا من نقطه زي دي. بيكون في الشوب الالوان برضو سعره 185 جنيه. ده طبعا بيجي منه الازرق والموف. لو بصينا برضو عندنا هنا اللي هي البليرو. طبعا كل الحاجات دي في حاجات بيكون في منها ميه وشاي، في حاجات ما بيكونش فيها. البليرو دوت سعره 120 جنيه، عرض الرحماني سنتر لعملائه. بيكون في منه الشاي بيكون سعره 110 جنيه زي ما حضراتكم كده شايفين. ولو لاحظتوا الفيديو اللي فات طلعنا الكوبايه ديت وطلعنا معاها الكوبايه التانية، ده كله شغل تركي، شغل صافي. لو بصينا برضو هنا فاحنا بنلاقي ديت تركي، شغل حلو قوي يعني. سعرها 144 جنيه في الوقت اللي فيه سعر ديت ب94 جنيه.
94 جنيه اللي هو المصري. لو بصينا فوق طبعا هتلاقي شايفين البروز ده. الشغل مش صافي أوي لأنه هو مصر زي ما احنا اتكلمنا. الشغل تلاقي فيه برضو شوية يعني هي مش دفوهات، يعني دي يعتبر من مواصفات الشوب المصري أو مواصفات الإزاز المصري، بيكون فيه الحاجات البسيطة ديت. ودي طبعا حاجة ما تعبهوش، يعني اللي اشترى الحاجات ديت فدي برضو حاجة بتكون كويسة تشتغل يعني معاها. ده بيكون الشاي بيكون سعره 127 جنيه. مش عايزين نطول في الشوبات قوي، نخش كده على المجات. بيكون في برضو من الموضوع دوت في مج سادة، في مج حرف ذهب، في مج ملون. ادي عندك المج السادة زي كده الكبير سعره 162 جنيه. يعني ايه الكبير؟ لان في منه الصغير. الصغير زي كده مثلا سعره 168، في حين دوت 162 دوت عشان ملون، ده الصغير الالوان. الكبير منه اللي هو نفس دوت بس الوان بيكون سعره عامل 199 جنيه. خد بالك دي عروض الرحماني سنتر، عروض الرحماني سنتر اللي بيحترم عملائه ويبين لهم الفرق ما بين اي حاجة بحيث محدش يضحك عليك وانت بتشتري. ده برضو بيكون اللي هو المج الصغير اللي هو اسمه ده ازور برضو، عشان تكون عارفه الناس اللي عجبها الشكل وعايزة تشتريه. ده بيكون اسمه مج ازور. دوت سعره 168 برضو زي التاني. طبعا كل كرتونة مش بتيجي ملونة كده، يعني هي الكرتونة بتيجي لون موف، لون ازرق، لون اللي هو العسلي، لون بينك. طبعا في حاجة حصرية عند الرحماني، المج اللي هو الهايبل اللي هو دوت هنشوفه دلوقتي. عندك دلوقتي مج الكاري ده بيكون كبير، يعني حجمه كبير ومربع زي ما حضراتكم كده شايفين. كل الشغل ده تركي. دوت سعره 218 جنيه. عندك المج دوت سعره 212 جنيه. طبعا خدوا بالكم ان انا بتكلم كل حاجة دي عن الستة، كل حاجة دي عن الستة. عندك المج ده بقى الحكاية 172 جنيه. مج دوت 3 الوان، ادي ده لون وادي ده لون، حاجة حصرية عند الرحماني. مج مشكل الوان سعره 172 جنيه. طبعا في تشكيل كبير ان شاء الله بينزل، وفي حاجات بتخلص وحاجات بتيجي، فطبعا اللي يلحق يلحق. ودي طبعا عروض الرحمن وانتوا عارفين الاسعار اللي بتزيد، فخدوا بالكم ان احنا يعني عايزين ايه نعمل، يعني عايزين نخلي الناس تستفاد من العروض بحيث برضو تجهزي نفسك بأقل سعر. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.